السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة الفيديو بخصوص الجمعية ردا على الناس اللي بتكتب في الكومنتات طاقة سلبية وتدي طاقة سلبية للناس، تقول لك 300,000 سنة و295,000 سنة واحفاد احفاد احفادك اللي يقبضها. مفيش الكلام ده كله خالص يا جماعة. الموضوع بس كل الحكاية اللي هو محتاج دراسة كاملة عشان ما يعملش تضخم في البلد، محتاج موافقة من الجهات الأمنية والجهات المختصة، محتاج يربطها ما بين البنوك الحكومية وشركات الاتصالات عشان عملية الدفع والاستلام. الموضوع محتاج اللي احنا نعمل حاجة اسمها استصلاح للزراعة، ناخد مثلا 100 مليون فدان 200 مليون فدان ونعمل لهم اصلاح زراعي. طبعا الاصلاح الزراعي ده محتاج خدمات، الخدمات دي هتكون من المشتركين. قال لنا نسبه البطاله، راتب ثابت، نسبه في الارباح لان انت مشترك في الجمعيه. طب رقم 3 انشاء مصانع في كل المحافظات. المصانع دي محتاجه ناس تشغلها، الاداريين وعماله وعمال نظافه، كل الفئات هتشتغل فيها، كل المشتركين. هنقلل نسبه البطاله، نعمل اكتفاء ذاتي، انتعاش الاقتصاد المصري، صناعه مصريه من ايضا مصريه على ارض مصريه. كل المنتجات اللي بنستوردها من بره هنقللها ونعملها من الداخل. هنعمل مجموعه الجمعيه ديت على 3 اجزاء، مثلا على كذا فئه الجنيه، فئه ال5 جنيه، فئه ال10 جنيه. هنعمل برضو الفئه المغتربين $1 في اليوم. هنعمل كل الفئات يا جماعه، الكل هيستفاد منها ان شاء الله. بس قبل الكلام ده كله لازم موافقه من الجهات الامنيه والجهات المختصه. الموضوع مش سهل وبسيط، الموضوع صعب وكبير، بس ان شاء الله باذنك انت ربنا يوفقنا بدعواتكم وبعد ربنا ان شاء الله باذنك انت رب. المشروع ده لو نجح على ارض الواقع ان شاء الله ندعم صندوق تحيا مصر، سداد ديون مصر، اكتفاء ذاتي، انشاء مصانع في كل المحافظات، في دراسه كامله للموضوع. بس ان شاء الله باذنك انت رب لازم تصبروا شويه. انتوا بس كل اللي عليكم دعواتكم ليا وان شاء الله ودعواتكم للمجموعه اللي معايا، لان باذنك انت رب المشروع ده يتحقق على ارض الواقع. هنعمل اكتفاء ذاتي للدوله، مش هنكون محتاجين حاجه من حد. المغتربين هيشتركوا فيها، ان الفئات اللي موجوده في الشعب، الناس اللي ما عندهاش دخل ثابت غير مرتبط هيكون لها دخل ثابت من الجمعيه. الناس اللي مع المطلقات والارامل، ذو الهمم، كله هيستفاد منها ان شاء الله. بس هو الموضوع كله محتاج شويه بعض من الوقت. ما تستعجلوش يا جماعه عشان ما حدش ينصب عليكم، ما حدش يقول لكم ادفع فلوس. انا مش هاخد فلوس من حد لما اخد موافقات الاول من الدوله، لان لازم المشروع دوت يكون مربوط زي ما قلت لكم من 3 بنوك الحكوميه، من 3 شركات الاتصالات عشان عمليه التسليم وتسلم. الموضوع مش هياخد اكتر من 5 سنين او 6 سنين ان شاء الله. استصلاح للزراعه، استصلاح للصناعه، انشاء مصانع، عمل مشاريع للمشتركين، في نسبه ارباح، في طبعا المشتركين طبعا اللي هم اتكلمنا عليهم هياخدوا فلوس يوميه. بس الموضوع محتاج وقت ومحتاج دعم منك، تعمل مشاركه للفيديو في كل مكان، يمكن صوت يوصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله نقدر نحقق الحلم بتاعنا وما يكونش فيه فقر مصر. وشعارنا زي ما قلنا بجنيه هتحقق نفسك فيه. اعمل مشاركه للفيديو في كل مكان، يمكن يوصلك كل جديد. خلي الفيديو يوصل لكل الناس، واعمل لايك واعمل اكسبلور. انا